انا قبل الفتره بتاع كورونا انا اوت جوينج واكستروفيرت وبحب الخروج والناس يعني حبستنا جوه البيت فتره. على قد ما هي كسبتنا حاجات كتيره قوي جوه البيت، عرفتنا اولا البيت. يعني انا في مثلا حاجات في المطبخ ما كنتش عارفاها، اكتشفت انها موجوده. يعني في حاجات في البيت ابتديت ابص بقى، ابتديت اقول والله الواحد الحمد لله يعني في حاجات لطيفه في البيت ممكن الواحد يبقى يشوفها ويستخدمها يعني. yeah. اتعلمتي حاجات معينة، انك تقدري الحاجات اللي عندك جواكي وجوه بيتك وجوه كده، وتقضي وقت اكتر مع اهل بيتك وكده، بس في نفس الوقت عملت مني حاجز مع الناس. تفتكري هي عملت حاجز مع الناس، ولا عشان كان عندك فرصة فعلا تبطلي كل حاجة؟ تقعد مع نفسك. اه اه ممكن جدا على فكرة. فقدرت نفسك اكتر، وقدرت وقتك اللي بتقضيه مع نفسك، والتلاهي والحاجات اللي الناس ساعات بتتلهي في الدوشة والناس ايوه. والزحمة. في ناس كتير بالذات اللي عندهم شعور بالوحدة مم. بيبقوا عايزين يطلعوا مع الناس عشان يكسروا الوحدة دي، لأن هم مش مرتاحين كفاية مع نفسهم، أو they don't enjoy staying with yourself، أو your own إنك تقعد company. your own company. أنا بحب أقعد مع نفسي مم. وبنتكلم مع بعض وبطلع منا حاجات وبناخد وندي وبنكتشف في بعض حاجات ومش عارف ايه، وممكن نطلع بأفكار. كنتي على طول كده؟ لا، انا اكستروفرت جدا، كنت شخص منطلق قوي لبره. يعني زمان تقولي لي مثلا، زمان لحد قبل 2020 تقولي لي مثلا حفله ومش عارف ايه وكده وتخرجي بعد ميلاد مم. دلوقتي، ولا مثلا تروحي تقعدي جنب النيل انتي واحده صاحبتك، مم. او تقعدي جنب البحر انتي وولادك بس، او انتي ومامتك، او انتي شخصين ثلاثه. انا دلوقتي حتى ما بقتش قادره على اكتر من 5 ل6 اشخاص في القعده الواحده. كتير قوي يعني. هختار ده، يعني لو اه بتخيريني هختار ده اكتر اه من الانطلاق والمروح، مع اني انا بقى بحب الرقص وبحب المزيكا وبحب الناس والخروج، وبحب احس ان انا عندي طاقة جاية بيها عشان اعدي الناس، طاقة ايجابية اعدي بيها الناس. يعني مجرد من جاور السعيد يسعد، لو وقفت جنبي وانا طاقتي ايجابية ومش سلبية وبتشاعي حاجة كويسة، فدي حاجة كويسة للي حواليك، yeah وبحس ان ده دوري في الحياة. yeah it's very true. وعامة يعني، بس بصي انا برضو انا كنت كده قوي قبل كده، وبعدين لما قعدت مع نفسي فترة اكتشفت ان انا كنت كده عشان كنت بهرب من نفسي. انا برضو بحب الناس، وبرضو حتة الطاقة بحب ادي طاقتي للناس، واحنا بنروح ندي مع بعض. بس هو بيشفطوا، هو للاسف معظم الناس they drain you، وبيشفطوك yeah وبياخدوا منك كل الايجابي، وتلاقي نفسك فجأة دخت من كتر اه. الطاقة السلبية اللي بيدوها لك. وبعد ما قعدت مع نفسي اكتشفت ده، فبدأت ابقى بيكي جدا، هدي طاقتي لمين او هقعد مع مين، هو هحس بايه وانا طالعه من هناك. صح. ببقى عارفه، وبعدين بقيت حساسه جدا. شوية لو طاقة. قعدت مع شوية لو طاقة. قعدت مع حد مم. هحس بايه بعديها، ولو قعدت معاه وحسيت ان انا ساعات على فكره والله يا بشرى بدوخ، واول ما ادوخ ببقى عارفه ان في حاجه غلط، ف excuse myself وبمشي على طول. بس عشان قعدت مع نفسي بدات افهم الحته دي اكتر، فاكتشفت ان انا كنت فعلا بلهي نفسي. يعني انا بالنسبه لي كنت قبل كده يا اشغل نفسي بميتينجز، يا ابدا بزنس جديد عشان يعني اقعد افرك، ما بقاش عندي وقت افكر في نفسي. فراكة. اه والله ما اقعدش افكر في نفسي، يا هنزل اشوف صحابي، اخرج اروح ايفنت وكده. مع الوقت بقيت اقعد مع نفسي اكتر، اكتشفت انه لا، عشان انا برجع فعلا خلصانه نفسيا وخلصانه جوه جسمي. مشفوطة. اه مشفوطه فعلا، مم. دي الكلمه الصح. فدلوقتي بدات هشوف هقعد مع مين وهدي طاقتي لمين وازاي. مين يستحق؟ اه who deserves. who deserves that yeah. مم. ووصلت لمرحله دلوقتي اقدر اقول فعلا فعلا بحب اقعد مع نفسي، مم. يعني I enjoy my own company. وده احنا ما بقيناش مع نفسنا قوي برضو، خلي بالك تيجي تفكري فيها. ما في التليفون ده بقى عليه لستة بني ادمين، انت فعليا ممكن تبقي قاعده كده بس اصل مش عارف ايه، مين خبط الباب، لو انت عندك اولاد كمان في البيت وكده، ده الولاد مش عارف عايزين ايه، اه ده مش عارف، ده السواق جاي، مش عارف. انت فعليا حتى وانت عايز تقعد لوحدك انت فعليا مش قاعد لوحدك. yeah. يعني بيجوا يقولوا لي مثلا لو كنتي على جزيره هتاخدي مين معاكي؟ قلت لهم والله مع وجود التليفون انا مش محتاجه اخد حد خالص، لان انا لو خدت التليفون هاخدت كل الناس معايا. yeah
بس يمكن اختار حد دمه خفيف، حد تعرف تتكلم معاه، حد تبقى مبسوط ان انت يعني معزولين على جزيره لوحدكم. انا لسه راجعه من عملت حاجه كده مش هعملها تاني في حياتي، بس هي كانت اكسبيرينس يعني اتعلمت كتير منها. من اسبوعين انا كنت رحت شريلانكا، رحت مكان هناك بيعالج جسمك كله عن طريق النبات واعشاب والكلام ده كله. انا كان يعني من فتره كانوا بيقولوا لي عندي اوتومين ديس اوردر، مؤخرا بداوا يقولوا حاجات مختلفه، فقلت مش عايزه اخد كورتيزون، مش عايزه اخد ستيرويدز، خلاص هدور على السنتر ده. فرحت قعدت هناك، هم بعت لهم انا المفروض عندي ايه، فهم قالوا لي مينيمم اسبوعين. رحت هناك لقيت نفسي يا بشرى، انا كنت فاكره نفسي ايفولفد، وكنت فاكره نفسي عندي وعي كافي انا بحب ايه وما بحبش ايه. رحت هناك مفيش انترنت، انتي تقريبا 3 ساعات بالعربيه بعيده عن البلد اصلا، وانتي في المكان اللي انتي فيها مش مكان سياحيه. قعدت اول 4 ايام والله انا اتصدمت. انا في حياتي ما حسيت ان انا مش مستريحه بالطريقه دي. ادمان. وكل يوم انا خلاص راجعه، انا خلاص راجعه، حسين يكلمني اقول له حسين أنا بجد مش قادره استحمل، ومش عارفه انا مش مرتاحه ليه. بعد ما وكل يوم لنفسي طب خلصي النهارده، خلصي النهارده ونشوف هنعمل ايه بكره، خلصي النهارده ونشوف هنعمل ايه بكره. على رابع يوم صحيت حاسه ان انا بقيت احسن شويه. لما بدات بقى ما عنديش الهستيريا دي، قعدت مع نفسي وقلت هو انت كنتي بجد مش مستريحه لدرجه ان انت كنت هتغيري الطريق وترجعي تمشي؟ قلت خلاص مش مشكله الفلوس، مش مشكله اي حاجه، انا بجد مش قادره اكمل كده. اكتشفت بجد ان احنا كلنا عندنا ادمان، ومش ادمان التليفون بس، ادمان. اولا انا كان عندي ادمان القهوه، كافيين كان كارثه لا، ما بالنسبه لي عنديش. كده. انا كان عندي ادمان مش عادي، ومش يعني ومش مقتنعه ان ما عنديش، مع ان انا كنت بتدمر في رمضان، بس بقول لهم كلهم على فكره لا عادي ومفيش مشكله. اولا ادمان قهوه، ادمان تليفون كده كده، ادمان تلفزيون كده كده. وبعدين اكتشفت ان انا كان عندي برضو ادمان احساس ان انا لازم اعمل حاجه على طول عشان احس ان انا فرقه مثمره او منجزه ومفيده. مفيده. لازم، ما ينفعش ابقى قاعده كده مستريحه. انت كده مفيده ما بقى لو انت هاديه وساكته مع نفسك مفيده. انا عندي نفس العقده دي. انا لو ما كنتش اعمل حاجه ولا بتاع احس ان انا ماليش لازمه. بالظبط. اكتشفت وانا قاعده هناك وقعدت اقول انا مش مستنيه وصلت للمرحله دي ان انا لازم اكون بعمل حاجه، مفيش لابتوب، مفيش حاجه، يعني بجد مفيش حاجه، ومفيش حد حواليا يتكلم معاه. وبعدين كل حد رايح هناك رايح نفس الحاجه، فالناس مش عايزه تتعرف على حد، كل واحد عايز يروح يقعد مع نفسه. وبعدين كان في يوم كنت قاعده بشرب، عندهم كده حاجه اسمها تي تايم، اوكي، بتشربي شاي بس مفيش حاجه يعني انت جايه تشربي شاي. وانا قاعده بشرب شاي، كان في يوم كان خلاص بقى احنا وصلنا تقريبا 9 يوم او 10 يوم، كنت خلاص وصلت لمرحله ان انا مستريحه ومبسوطه، وخلاص انا فهمت احنا هنا بنعمل ايه وما عنديش مشكله وكده. اكتشفت انه انا مش فاكره اخر مره كنت بعمل الحاجه اللي انا بعملها عشان اعمل الحاجه دي بس. انا بصحى الصبح عشان اشرب القهوه، عشان اروح اتمرن، عشان انزل اروح الشغل، عشان عمري ما قعدت اشرب شاي لمزاجك عشان اشرب شاي.